يسعد مساكم جميعا وكل عام وانتم بخير. اليوم جايبت لكم وصفة دمشقية تراثية من المطبخ السوري الدمشقي، وصفة خاصة بشهر رمضان المبارك. وهي الوصفة إهداء مني لجميع المغتربين اللي مشتهين الناعم بس ما بيعرفوا كيف يعملوه، مو متوفر بالبلد اللي هن الموجودين فيها. وصفة سهلة طيبة كتير، هي عبارة عن مثل تقريبا بدك تقولي خبز مقرمش مع دبس التمر مقلي كتير طيب. هاي خاصة الوصفة بأهل دمشق وخاصة بشهر الفضيل. كل اللي بنحتاجهم مكونين فقط بس ما في غيرهم، هن المي والطحين. هون عندي 3 كاسات مي بحطهم بقلب الخلاط، نفس المقدار اللي ساوينا فيه المي بنساوي فيه الطحين نفس الكوب. بنحتاج لكوبين مي، يعني 3 أكواب مي وكوبين طحين. نحطهم بالخلاط لحتى ينخلطوا منيح، تقريبا شي 3 دقايق لحتى ما يقعد في تكتلات ابدا، يختلطوا تماما مع بعضهم. وهي كل الوصفة. هون من عنا مقلاية، لازم تكون مقلاية لا تلصق، يعني تيفال او اي شيء، المهم انه ما تكون تلزق. فيكم تستخدموا كمان الصاج بس المهم ما يكون بيلزق. بنحركها الوصفة. انا حطيتها بهذا البريق مشان يسهل علي الصب. وباخد كبجاية، بحط مقدار كبجاية بقلب مقلاية حامية، بحاول اني ادورها على كل المقلاية على نار لا عالية ولا خفيفة. شايفين شلون عم تبلش تنشف من برا لجوا. هلا بتركها لحتى تنشف تماما، بعدين ببلش حرر الاطراف شوي شوي. شوي شوي عم حرر الاطراف مشان ما تلزق معي وتعلق بالمقلاية. هلا بلش يطلع فقاعات، هاي الفقاعات دليل على انه بلشت تفك عن المقلاية. شايفين الفقاعات اللي بلشت تطلع. هلا بتلاحظوا شلون انه السبتولر بلشت شوي شوي تمرق بكل سهولة. خلص عم تفك. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصيركم كل شي جديد. شايفين هلا هون هي اول ما بتلاقوها هيك تنت رأسا بتفكوها لانه بتلزق على بعضها، لازم ما تلزق على بعضها. بكون محضرة فوطة بحط عليها الناعم، بفرده بس ما بخليه يجي فوق بعضه لانه بيلزق على بعضه. بفرده بشكل منيح وبتركه هيك بضله تقريبا 3 يومين. بحطه بمجرى هواء يكون في إن فيها هواء وفيها شمس. شايفين كيف ناعمة، لازم ما تكون سميكة، يعني بيني حتى أصابيع منها. خلص بتركها يومين لحتى تنشف تماما. هي عم بعملكم حاجة تانية لحتى تكون واضحة أكتر. لازم دائما نحرك قبل ما بلش إني صبها بالكبجاية. بصبها بالكبجاية وبدورها لحتى تاخد شكل المقلاة. شايفين هون نشفت، عم بحرر الأطراف. أنا حبيت طول هاي الفقرة مشان تكون واضحة معكم أكتر. بلشت تطلع الفقاعات معناتها بلشت تفك عن المقلاية. شوفوا هلا شلون بتصير سهلة فوتة المعلقة بينها وبين المقلاية. شايفين بلشت تتحرر. خلص مثل ما قلتلكم بنشرها يومين
مكان فيه ماء، فيه هواء وفي شمس لحتى بس. هاي شكلها بعد ما يبست. هون بحطها بالزيت وباخد معلقتين. سبحان الله، هي اول ما تحطيها بالزيت بتطرى وبتكش على بعضها، فنحن بنستخدم معلقتين لحتى نفردها قد ما كان فيكي تفرديها فرديها مشان نكبرها ونخليها تضلها طرية وكبيرة. حاولي تاخدي معلقتين يكون ايديهن كبار مشان ما يجي عليك الزيت. وبقليها إلي عادي على نار أعلى من المتوسط بشوي. أنا طلعوا معي صغار لأنه شكل المقلاية هديك كان صغير. انتي إذا حبيتوني كبار كبري المقلاية. شايفين؟ خلص هي شكلها بعد القلي. هعمل معكم وحدة تانية مشان توضح أكتر الصورة. شايفين شلون عم حاول افردها قد ما بقدر؟ هي طريت ابدا ما بتقعد قاسية. اول ما بتحط بالزيت بتطرى كتير وبتكش على بعضها، فانتوا لازم هيك تحاولوا تفردوها مشان تفتح وتكبر وما تكون سميكة. وخلص هي كل الوصفة. وصفة كتير طيبة مقرمشة كتير طيبة، بتتقدم مع دبس التمر أو دبس العنب. أنا حطيت هلأ دبس التمر بكيس بس لسه علي حطه تزيين فيه. تبتدي تحطيه كيف ما كان. شايفين؟ هي كتير طيبة الوصفة، هداء لكل المغتربين. كل سنة وانتم سالمين. إذا عجبتكم الوصفة اتمنى لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتشيروا لي هالقناة لحتى تكبر محبتكم وتكبر معكم. شكرا كتير لكم. كل عام وانتم بألف خير. سلام.